هلو، ازيكم يا حلوين؟ وحشتوني قوي قوي. النهارده وصفتنا طلبت مني اكتر من مره من حد انا بحبه قوي قوي. النهارده انا عاملها لها عشان هي شخصيا لو بتتفرج عليا هتعرف هي مين. النهارده هنعمل فتة لحمه بالخل والثوم والصوص الاحمر مع شويه سلطه بلدي خضراء وشويه صوص احمر وشوربه وجرجير وحاجه حلوه قوي. يا رب تعجبكم وتنور رضاكم. هنصلي على الرسول ونسمي الله، وفي حله هننزل بقطع اللحمه بتاعتي كلها بميه سخنه. طبعا زي ما كلكم عارفين ومتابعيني دايما، انا بستنى ما بحطش اي مطيبات لغايه ما بيطلع كده الريم بتاع اي لحمه انا بسلقها او فراخ او طيور اي حاجه، لغايه ما بطمن ان الشوربه كلها تكون نظيفه، وببدا انزل بالمطيبات بتاعتي. هنا الميه غليت خلاص، هبدا انزل بالمطيبات بتاعتي كلها اللي هي البصل والجزر والطماطم، ورق لورا، بهارات حب، وشويه مستكه وعود درسين كده حلو، تقلبتين. وهبدا انزل بالتوابل بقى بتاعتي اللي انتوا عارفينها. هنبدا نقول بسم الله، معلقه فلفل اسود، معلقه هيل مطحون، الملح بتاعك عايزه تحطيه دلوقتي حطيه، عايزه تحطيه في اخر الطبخه بتاعتك حطيه زي ما انت عايزه اللي تحبيه. هنا خلاص اللحمه بتاعتي كانت استوت. شايفين الشوربه حلوه ونظيفه جدا ازاي، كان طعمها حلو جدا. وطبعا زي ما انا قلت لكم قبل كده، انا لما بحب تكون الشوربه بتاعتي دسمه بحط معاها دايما قطعه من الماسوره او قطعه من العظم بتاع السمانه. لو عندي عظم من الرقبه بيبقى حلو جدا. انا هنا مستخدمه قطعه من الرقبه، بيكون فيها كده قطع لحمه حلوه جدا، وبتكون فيها النخاع وبتبقى مغذيه جدا لعظم الاطفال وعظم الناس الكبيره. حتى احنا كمان اللي لسه في شباب يعني او بدانا كده الاربعينات، مهم جدا جدا تهتمي بالكولاجين والحاجات دي لجسمك وعظمك. خلصت خلاص اللحمه وحمرتها، كمان قطعت الخبز وحمرته. ده عندي عيش بلدي، طبعا انتي وكميتك زي ما انتي عايزه، يبقى لونه ذهبي كده وحلو. نبدا نقول بسم الله وندخل في الرز. عندك الووك والرز مغسول بتاعك ومتصفي، انزلي بالرز في الماده الدهنيه بتاعتك، قلبيه كويس قوي 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 لغايه ما تتاكدي ان كل حبه فيه اتغلفت تمام بالماده الدهنيه. حلو، شويه شويه كده تشوحيه. وبعد كده طبعا هننزل زي ما احنا عارفين بشويه الملح بتاعك، ولو عايزه تحطي فلفل اسود او شويه حبهان او فصين مستكه اللي انت عايزاه، نكهيه بالطريقه اللي انت تحبيها. انا هنا استخدمت بس شويه ملح. وبعدها طبعا هنزل بالميه السخنه على الرز عشان خاطر لازم ميه سخنه مش ميه بارده عشان ما يعجنش منك ويفضل مفلفل. ظبطي كده مقدار الميه بتاعك واستني كده يغلي غلوتين، والرز طبعا يدخل بيته ونقول له باي باي ونحط العين الصغيره ومع السلامه. نبدا بقى في الكينج بتاعه الوصفه اللي هي صوص الخل بالثوم والصلصه. انا طبعا هنا لو تلاحظوا انا مش هحط سبايسز كتيره ومش هحط خل كتير ومش هتقل الصلصه، لان عندي ناس في البيت معدتهم تعبانه، فانا مش عايزه اتقل الصلصه واسبكها قوي. طبعا انت عايزه تقلي الخل اكتر، تزودي سبايسز اكتر، تحطي تشيلي فليكس. انا هنا حطيت بس شويه كزبره وشويه كمون وشويه فلفل اسود، ونزلت بربع كوبايه خل. وهنا عندي الصلصه نزلت بيها ورشه السكر بتاعتي وزودتها شوربه. لو ما عندكيش شوربه زوديها ميه، مفيش عندي اي مشكله. انا في العادي وفي الطبيعي بحب الصلصه تكون تقيله اكتر من كده، لكن زي ما قلت لكم عشان خاطر عندي ناس في البيت معدتهم تعبانه انا خليتها المره دي خفيفه. حتى هتلاحظوا وانا بعمل الجارنش بتاع الطبق في الاخر ان الصلصه بتاعتي شويه خفيفه مش تقيله قوي. هنا بقى خلاص هبدا اعمل الطبق بتاعي. عندي الصينيه اللي هقدم فيها او البايركس، بس طبعا لازم تكون حاجه بتتحط على النار. نزلت بالعيش واخدت كبشتين من الصلصه بتاعتي اللي انا عملتها، وهسقي كده بيها العيش عشان طعم العيش كله يبقى واخد من طعم الصلصه بالخل والثوم. الرز الابيض بتاعي خلاص حطيته فوق الوش. انا ما بحبش الشوربه تكون كتيره عشان العيش بتاعي ما يطرش قوي، العيش اللي هو الخبز يعني مش مقصود بيه الرز. بس كده كبشتين صلصه حطيتهم 2 كرنيب او 3 تقريبا، وزيهم كده شويه صلصه. شايفين الصلصه فاتحه شويه مش تقيله قوي زي عادتي انا بعملها. طبعا انت فيكي تزودي او تقللي زي ما انت عايزه. وحطيت كده اللحمه فوق الوش وشويه برضو صلصه كده فوق الوش، وفوالا سفرتنا كلها جاهزه. حطي بقى شويه جرجير، بطاطس محمره لو عندك حطي، عندك الشوربه وعندك السلطه بتاعتك الخضراء. حطيت فيها جرجير وحطيت فيها طماطم وخيار وفلفل الوان اللي انت عايزه اعمليه. وهنا طبقي خلاص
يا رب تكون وصفتي عجبتكم. لو بتتفرجوا لغايه دلوقتي يا ريت تعملوا سبسكرايب ولايك وشير وكومنت لطيف زيكم. لو بتتابعوني على التيك توك والانستجرام والفيسبوك يا ريت كلنا نعمل فولو. بستنى تعليقاتكم. بحبكم قوي قوي قوي. ادعوا لكل اخواتنا ولكل حبايبنا بالسلام والامان، ويا رب يحقق لنا كل اللي بنتمناه. بحبكم جدا جدا. اشوفكم على خير. باي باي.